يا صباح الخير والخضار على قلوبكم، صباح الفل على عيونكم. السبانخ بقى يا ولاد مش قادرة اقول لكم مزروطة السوق، وتقولوا هي سكر زي السكر، جميلة جمال فوق الوصف. بصوا بقى، معلقتين سمن حلوين بلدي كده، وتنزلي ببصلاية حلوة متخرطة مكعبات، وقلب قلب كده لحد ما تشوحيها. تمام كده؟ قوليلي تمام كده ودوسيلي احلى لايك. وتروحي نازله على البصله باللحمه بتاعتك مسلوقه، تكون مسلوقه سليق كامل، مش نص سوا ولا حاجه، سوا كامل. لان السبانخ يا بنات ما بتاخدش سوا خالص، هي غلوتين وهوب تلاقيها استوت وزي الفل. بس قلبنا البصل بتاعنا كده في السمن، وتروحي نازله بقى باللحمه بتاعتك، وشوحي فيها مع البصل كام تقليبة كده، وتروحي جايبة راس توم حلوة مفصصاها ودقها في الهون عشان الزيوت بتاعتها تبقى غنية كده بيها، والريحة تبقى مفحفحة، وايه هتشمي احلى ريحة في الدنيا جميلة. انتوا عارفين ان التخديعة بتاعت السبانخ شبه تخديعة البامية بالظبط، هي. وتروحي نازلة بمعلقة فلفل اسود كده وقلبي مع بعض، ومفيش يعني دقيقتين تلاتة هتبصي تلاقي اللحمة اخدت لون حلو كده، والبصل بدأ ان هو يصفر. تروحي نازلة بقى براس الثوم بتاعتك المدقوقة من غير ملح ولا حاجة، روحي نازلة بيها كده في النص، واقعدي قلبي فيها كام تقليبة. هتبصي تلاقي بقى ايه، ريحة الثوم طلعت مع البصل مع اللحمة، هتشمي احلى ريحة لاحلى تخديعة. تخديعة السبانخ والبامية من أجمل التخديعات وأحلى الروايح في الدنيا. بصي بقى، شايفة اللحمة أخدت لون والبصل بدأ يصفر مع الثوم ازاي؟ روحي نازلة بقى بالقوطة اللي متصلصلة بقى بتاعتك. أنا دايما بصلصل القوطة كده، سيبها تغلي على النار لحد ما تبخر ميتها، وزي ما انت شايفة كده تتصلصل كده. والسبانخ من الخضار اللي بياخد قوطة كتير يا بنات، يعني لو كيلو سبانخ بياخد بتاع كيلو ونص قوطة، بتاخد كتير. ولحلحيها كده بكبشتين شوربة وكم تقليبة، وغطي بقى عليها، غطي عليها كده دقيقتين. وبرضو ما تنسيش معلقة السكر، مادام في تسبيكة وتخديعة تحطي معلقة سكر، وروحي مغطية كده على القوطة بتاعتك، خليها تتسبك. ما بتقعدش 10 دقايق وهتبصي تلاقيها اتسبكت، لان هي اصلا الطماطم دي متصلصلة وتعتبر متسبكة ومستوية. وغطيها، لا الغطا ده صغير، اما احط غطا كبير. بس كده 10 دقايق بقى، وشوفي كده، شايفة الصلصة بقى عاملة ازاي، اتسبكت كده والسمن بتاعها ظهر وبقت زي الفل، وملت البيت احلى ريحه في الدنيا. ظبطي الملح بتاعك. وبرده من التركات اللي عايزه اقولك عليها ان السبانخ حديد، ما تكتريش الملح، يعني حطي ملح بس بسيط، لان الحديد بيظهر قوي الحدوقيه بتاعت يعني بيظهر الملح ويحدق بسرعه. وعودي نفسك ان الخضار يعني تحطي ملح، بس لازم تحسي بالتسكيره بتاعت الخضار، ما تحدقيش الخضار بتاعك، حسي بالتسكيره بتاعته. وروحي نازله بقى بالسبانخ. السبانخ دي مغسوله ومتخرطه ومحطوطه في مصفى، ومعاها حزمه كزبره خضراء وحزمه شبت متخرطين معاها. بس كده، وتنزلي بقى حبه حبه وتغطي، هتبصي تلاقيها هبطت وقلت، تروحي مقلباها وانزلي بحبه تاني وتالت لحد ما تخلصي الكميه بتاعتك كلها. يعني ما تنزليش بالكميه كلها مره واحده، لان هتحسي انها كتير، فانتي ما تقلقيش، انزلي مثلا بنصه او ربعه وغطي. بصي هبط ازاي، مفيش دقيقه، ما خدش دقيقه على النار، وهتبصي تلاقيه هبط بالمنظر ده، وتروحي مقلباه وانزلي بالجزء التاني وغطي، وهكذا. بس وما تسيبيش برضو من التركات بتاعت السبانخ، ما تسيبيش السبانخ كتير تغلي، يعني هي بتستوي بسرعة. استوت خلاص، يعني ما بتاخدش، ما فيش 10 دقايق وتطفي عليها. ليه؟ لان السبانخ لما تسيبيها تغلي كتير، كانت ستي الله يرحمها تقول ايه، بتفسد القوطة. يعني ايه تفسد القوطة؟ يعني هتخلي لك الصلصة لونها ازرق او اخضر غامق، ما تبقاش لونها احمر كده وتبقى جميلة.
بس كده. حطيت اهو باقي السبانخ بتاعتي وهغطي عليها برضو مفيش دقيقتين، واروح مقلباها كده تقليبة واسيبها كمان دقيقة هتكون استوت وزي الفل. واروح عامله لها بقى احلى تقلية بتاعت الملوخية، شوية توم على كزبرة ناشفة وتحمريهم في معلقة سمن، وبعد ما تطفي عليه هو خلاص كده يا بنات. بصي بقى انا يعني بغطسه في الدمعة بتاعته، مفيش دقيقتين وهطفي عليه خلاص. واروح طشاه بقى بالتقليه. يا خبر ابيض بقى، التقليه دي بقى مش قادره اقولك بقى بتنقل السبانخ في حته تانية خالص، ريحه وطعم وفحفحه يا سلام. حاجه كده لوز اللوز، فل الفل، وبألف هنا وشفا على قلبك. يلا جربي الطريقه بتاعتي، ولو بتعمليه بطريقة تانية او بتحطي حاجة تانية قوليلي برضو عليها، احب استفيد منك. احنا كلنا بنتعلم من بعض. بألف هنا وشفا على قلوبكم. فوتك بعافية يا قمر. الله الله.